بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني. قوتي في الضعف تكمل. رسالة كورنثوس الأولى 12/9. رسالة النهاردة ليك من أمنا العذراء مريم. أمنا العذراء جاية بتطمنك وبتقولك: ابني الغالي، ما تخافش، ده اللي ابتداه معاك إلهك وأبوك السماوي هيكمله. ما تبصش أبدا على إمكانياتك ولا على قدراتك، ولا تبص على الواقع اللي حواليك، ولا على الظروف الصعبة، ولا على الأحداث. ثبت نظرك على يسوع بس، ارفع عينك عليه هو بس. ركز على قدرته هو الغير محدودة وإمكانياته هو العظيمة اللي مفيش زيها أبدا. ثق في أبوك اللي مش عادي، أبوك السماوي العظيم القوي الغير محدود، اللي قدرته فوق كل البشر وفوق كل الكون، واللي إمكانياته ملهاش حدود. ثق فيه وسيب كل حاجة عليه. سيب أحلامك، سيب أمانيك، سيب ضيقاتك وأحزانك وألامك، سيب كل حاجة شغلاك بين إيديه، وتأكد إنه هيتدخل في كل شيء وهيغير الواقع علشانك انت مخصوص. هتقولش ازاي؟ ما انت عنده كابن وحيد غالي قوي على قلبه، والصعب علشانك هيحوله لسهل. مهما كان الواقع اسود هيغيره، لانه بيحبك وقادر على كل شيء. ومهما كانت حياتك مرة هيحليها بكلمة منه. أبوك حنين ومش هيسيبك أبدا، هيتدخل مهما كانت ظروفك بإمكانياته هو وقدرته هو الغير محدودة. بس آمن فقط وسترى مجد الله. آمن وانت هتشوف المعجزات وهتشوف العجب. ما تخافش، هيكمل كل نقص وهيصلح وهيغير وهيجدد كل شيء. اطمن، إلهك عظيم وقدرته غير محدودة. قدرته تفوق كل عقل وكل تفكير. بس انت سلم كل اللي ليك في ايد القدير. القدير اللي يبقى ابوك، اللي دايما بيضبط الكون كله بكلمة منه، واللي دايما كلمته بتبقى مفرحة وبتكون غير كلام البشر. كلمة منه هيغير حياتك وهيبدل كل أحوالك، زي ما غير حياة كتير في الكتاب المقدس. زي المفلوج لما شفاه، ومين يصدق ويآمن إنه يشفى بعد 38 عام. وزي الأعمى من يوم ميلاده يسوع خلق ليه عينين رغم رأي البشر والطب. بس يسوع ليه كلمة تانية، بكلمة منه خلق له عينين. ما هو قادر على كل شيء وكلمته فوق كل عقل. حتى الموت ما يقدر عليه. قوم لعازر بكلمة واحدة، ومش بس كده، ده قومه بعد ما أنتن. انت كمان مهما كان حالك هيتدخل وهيفرحك وهيجبر بخاطرك، هيطمنك، هيريحك ويملى حياتك بالسلام اللي مفيش زيه واللي محدش يعرف يديهولك إلا هو. اطمن وافرح يا ابن ضابط الكل. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم بشفاعة أم النور العذراء مريم، وبشفاعة أمير الشهداء ماري جرجس الروماني. قناة البطل الروماني.